في مقولات كتير في حياتنا كنا دايما بنسمعها من أهالينا ومن الناس اللي حوالينا، وكنا دايما مصدقين إن هي صح. لكن لما تيجي تتمعن فيها هتلاقي إن المقولات دي غلط. يعني مثلا زي إيه؟ لو حبيبك عسل ما تلحسوش كله. طب وليه؟ لو حبيبك عسل الحسه كله عادي جدا واشبع منه، لأن محدش ضامن عمره. وكمان الضحك من غير سبب مش قلة أدب خالص، بالعكس النكد من غير سبب هو اللي قلة أدب. والقطة ما بتحبش إلا خنقها. طيب ازاي واحد بيخنقها يبقى هتحبه بأمارة ايه؟ واللي عقله في راسه لا عرف خلاصه ولا تهبب، بالعكس ده لما شغل عقله نيلها أكتر. فات الكتير بس لسه باقي الكتير برضه، وصبعك اللي بيوجعك ما تقطعهوش، أصله مش وجع وغباوة. ولما تتلسع من الشوربة انفخ برضه في الشوربة، الزبادي ملوش دعوة خالص. ما هو انت ما تبقاش ملسوع وعبيط كمان. والضافر بيطلع من اللحم عادي جدا، واللي طلب العلا لا سهر الليالي ولا حاجة. ولو مش مصدقني اسألوا حمو بيكا يا جماعة. واللي رقصوا على السلالم اللي فوق شافوهم عادي جدا، واللي تحت سمعوهم برضو عادي، علشان احنا ناس حشرية بطبعنا. المقولات دي يا جماعة عشنا عليها سنين طويلة، لكن لما تيجي تبص هتلاقيها ان عادي جدا. اعمل اللي انت نفسك فيه من غير ما تبص للي حواليك هم عايزين ايه. ويلا انتظروا بقى الفيديو الجديد، فيديو حلو قوي، وان شاء الله يا رب يعجبكم. وما تنسوش ان اسرار وحكايات وسط البلد معايا انا مولي الحشاش. اشوفكم في فيديوهات جديدة. ما تنسوش تقولوا لي ايه رأيكم في الاوتفيت بتاعي. باي باي.